الخبر اللي انا عرفته ده لو بجد تبقى فضيحه. بس قبل ما اقول لك ايه الحكايه، ما تنساش تتاكد انك عامل لنا فولو، عشان اغلب الناس اللي بتتفرج بتنسى. ولو مش فاضي دلوقتي اعمل سيف للفيديو وارجع له بعدين. اما بقى لو فاضي، ففي خبر انتشر الساعات الاخيره على لسان اعلامي اسمه محمد جمال، ان كابتن حسام حسن رغم تالق حمزه عبد الكريم مع برشلونه، شايف ان من الصعب ان حمزه عبد الكريم ينضم للقائمه النهائيه اللي هتسافر مع منتخب مصر لكاس العالم، صغر سنه وقله خبرته الدوليه. حد بيعرف يصوت؟ صغر سن مين يا ابويا؟ الولا ماسك فرق الدوري الاسباني غسيل ومكوى. على كده بقى هيثم حسن هو كمان ما ينضمش للقائمه النهائيه؟ ما جاب خبره دوليه منين ده؟ والمصيبه ان في اخبار بتقول ان كابتن حسام حسن استقر على هيثم حسن وهياخدوا معاه كاس العالم. ابو حمزه عبد الكريم حط صورة البروفايل بيكتشر عنده على حساباته بتيشيرت منتخب مصر، في رسالة واضحة وشديدة ان انا مصري ومش همثل غير منتخب مصر. وبعد كل ده تقول لي ما يروحش معانا كاس العالم؟ امال مين اللي يروح؟ مصطفى محمد؟ كابتن حسام ذات نفسه قال لك احنا عندنا 2 محترفين وربع، اشاره لمصطفى محمد انه مش المحترف الجبار يعني. ولكن في الاول وفي الاخر انا اعتمد ان دي اشاعه، مجرد خبر من اعلامي بيحاول انه يثير الجدل. ولو فعلا كابتن حسام حسن ما كانش ناوي ياخد معاه حمزه عبد الكريم كاس العالم، كانش ضمه من الاساس للقائمه الاوليه اللي هتسافر مع مصر كاس العالم.